ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. طبعا كلنا عارفين ان مثلث برمودا ده كان دايما بيعتبر بمثابة صفقة كبيرة جدا. فالمنطقة الثلاثية الغامضة دي كانت على طول بتتباهى بقصص السفن او الطائرات المفقودة واللي اختفت بدون اي اثر كمان. لكن بمجرد ما نحاول نوقف التكهنات دي دلوقتي ونحاول نفكر في أصل الموضوع ده بشكل يكون علمي شوية، هنلاقي إن لغز برمودا ده كان سهل جدا إن يتم توضيحه أو تفسيره. وعلشان كده النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن قصة المثلث ده بالتفصيل، وهنكتشف مع بعض أغلب الخرافات اللي كانت محيطة بالمؤامرة دي. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نروح للمكان المجهول ده تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والحاجة الوحيدة اللي كل البشر عارفينها عن المكان ده هو ان اغلب الناس بتختفي هناك، فتحديدا من ساعة اختفاء الرحلة رقم 19 واللي الطاقم بتاعها كان بيوصل ل 14 فرد في المنطقة دي سنة 1945، ومع اختفاء المزيد والمزيد من الطائرات والاشخاص بعد كده ارتفع قوي صيت الاساطير في الجزء الملعون ده من البحر. لكن برضه في المقابل لازم نقدر ان المثلث ده حجمه كبير جدا، واي نعم في حين ان خرائط المنطقة دي بتميل للاختلاف عن بعضها، الا ان ممكن وصفها عموما بان هي بتمتد من مدينة ميامي لبيدة بولتوريكو وبعدين بتمتد على طول الطريق لجزيرة برمودا. ده غير كمان ان في جانب مثير للفضول بشكل عام للمثلث ده، وهو ملهوش علاقة بالتهامه لكل السفن اللي بتدخل في مجاله بطريقة سحرية، لكن هو بيتمثل في السماء اللي بتطفو فوقيه، واللي بتكون مليئة بسحب غير عادية سداسية الشكل، واللي بيكون ليها حواف مستقيمة تماما وممكن تمتد من 20 ل 55 ميل. بس المضلعات دي بتكون محفوفة بالمخاطر اللي ممكن تخلق بعض الانفجارات الحيوية الخطيرة جدا، واللي بتقدر ان هي تولد رياح سرعتها بتوصل لحوالي 170 ميل في الساعة الواحدة، وطبعا ممكن تصطدم بأي سفينة كانت بتبقى موجودة في الوقت ده. وزيادة على كده كمان فهي بتقدر تطلق رشقات من الهواء مباشرة على قمة الطائرات اللي بتبقى موجودة هناك، وده بيؤدي بضوء لحدوث موجات بارتفاع حوالي 45 قدم، واللي بتقدر ان هي تدمر اي سفينة او طيارة نجت حتى من الانفجارات الاولانية. وبما ان احنا دلوقتي بنتكلم عن العواصف فلازم برضه نتكلم عن الاعصارات. فعلى الرغم من ان سواحل المحيط الاطلسي بيبدو عليها ان هي جميلة جدا طبعا، الا ان هي بتكون في الواقع مرتع حقيقي للطقس العاصف. فجبهة الهواء البارد بتتقابل مع المية الدافية وبيخلقوا حالة من الطقس الفوضوي، وده اللي بيدفع اي مسافر بيعدي على المنطقة دي مرة تانية. وفي ناس كتير جدا بتبقى مؤمنة ان حالات الاختفاء دي ممكن تكون بسبب الاختطافات الفضائية، والبعض التاني بيعتقد ان وحوش البحر هي اللي ممكن تكون مسؤولة عن كده. لكن في واحد من العلماء واللي كان اسمه كارل كوشالنسكي هو الوحيد اللي جمع ما بين الامواج والرياح العالية، وقال ان هما بيعتبروا بمثابة المصيدة القاتلة لأي طيار او بحار بيكون مشتت الذهن او بيفتقر للخبرة. ومن ضمن كمان كل الدراسات الإحصائية اللي اتعملت عن الموضوع ده، في دراسة منهم وضحت إن برمودا ما بيعتبرش هو الوحيد اللي بيتميز بالخصوصيات دي كلها، فالخسائر في السفن والأرواح بتكون برضه بنفس النسبة المئوية في معظم المناطق التانية. لكن الصحافة بقى ووسائل الإعلام ما كانوش بيهتموا بيها، وكانوا دايما بينحازوا ضد المثلث ده بس. ولما نيجي نبص للمحيط كمان هنلاقي ان الامواج اللي فيه بيوصل ارتفاعها لحوالي 98 قدم، وده معناه ان هي مش بس ممكن تدمر السفن، لا دي ممكن تدمر كل الطيارات اللي بتطير على ارتفاع منخفض مباشرة من السماء. وعلى فكرة كمان الاختفاء الاكثر شهرة في تاريخ مثلث برمودا ده كله حصل زمان لطاقم طيارة كان المفروض طالع في مهمة تدريبية وقتها، ويقال ان الطيارة ارتفاعها ما كانش عالي قوي عن سطح المحيط، لكن فجأة صارت أمواج ارتفاعها وصل لحوالي 49 قدم. ولسوء الحظ القائد أو المرشد بتاعهم واللي كان اسمه تشارلز تايلور كان بيعاني في الوقت ده من صداع الكحول،
بالاضافة كمان ان هو نسي ساعته اصلا والبوصلة بتاعته كانت متعطلة، ومحدش على متن الطائرة كلها كان عارف حتى هما فين اساسا. وللأسف تم اتخاذ قرار سيء جدا في النهاية أدى بالطاقم إلى عمق أكبر في العواصف الأطلسية الرهيبة وزوالهم في نهاية المطاف كمان. وفي حين إننا بنتكلم عن الرحلة دي، فلازم برضه نتكلم عن طيارات الإنقاذ اللي تم إرسالها للعثور عليها. فالغريب في الموضوع إن الطاقم ده كله اختفى فجأة برضه في المحيط الأطلسي، بس بيقال إن المرة دي طيارة الإنقاذ فعلا كانت مرئية، لكنها انفجرت مباشرة بعد كده. وفي الوقت ده الباحثين والعلماء أطلقوا عليها لقب خزان الغاز الطائر واللي انفجر واتحطم في السماء. وأثناء سير التحقيقات تم العثور على النفط والحطام في مكان سقوط الطيارة دي. لكن لما الكاتب أو الصحفي الأمريكي المشهور اللي كان اسمه فينسنت جادياس أو ماك دادي، واللي بيمتلك أكبر عدد من الروايات والقصص عن مثلث برمودا، سمع عن الحادث، قرر إن تحليله للاختفاء ده هيبيع المزيد من النسخ لو بالغ شوية في الحقائق علشان يقدر يعني يضيف حالة أو نوع من أنواع الغموض. وفعلا قام بكتابة المقال بتاعه سنة 1964 واللي كان بعنوان مثلث برمودا القاتل، واللي اتعمق في فكرة إن حالات الاختفاء دي مش ممكن أبدا تكون مجرد صدفة بحتة وخلاص. وعلى الرغم من إن المقال ده اتنشر في مجلة أمريكية كان المفروض إن هي خيالية أصلا، إلا إن هي برضه عملت ضجة كبيرة جدا وقتها، وألهمت أفكار غريبة عن حالات الاختفاء في شريحة صغيرة من الكتاب وصانعي الأفلام في جميع أنحاء العالم، واللي قاموا بعد كده بإضفاء طابعهم الخاص على المثلث. وبالمناسبة أصلا هي دي الطريقة اللي اتولدت بيها كل الأساطير اللي احنا بنسمعها حاليا. فعلى سبيل المثال قصة ميري سيليست، واللي هي كانت سفينة تجارية كبيرة اختفت فجأة أثناء إبحارها إلى إيطاليا من نيويورك، لكن تم العثور عليها في النهاية في المحيط الأطلسي. بس طبعا اكتشاف ميري سيليست ده أدى إلى انتشار آراء كتيرة جدا حول سبب اختفائها من الأساس. ده حتى كان في كاتب مشهور اسمه تشارلز بريلتز كتب كتاب عن السفينة دي وادعى فيه إن ميري سيليست دي كانت ضحية تانية لمثلث برمودا، وفعلا قدروا إن هو يحقق من وراه نجاح عالمي مشهور جدا. لكن المفاجأة الكبيرة بقى هو إن بعد كده تم اكتشاف خطأ فادح جدا في صفحة من الصفحات لما تم العثور على السفينة المهجورة دي على بعد آلاف الأميال من المحيط الأطلسي ده أساسا. وكمان كان في واحد من أشهر التفسيرات للمثلث ده واللي بيدعي إن السفن بتختفي في مدينة أطلانتس المفقودة. فمجال القوة المحيط بالمدينة وباللواط النار كمان بيقال إن هما بيقدروا يتحولوا لطاقة نقية، واللي بدورها بتقوم بإسقاط كل حاجة كانت بتعدي من فوقيها. والبعض الآخر برضه بيقول إن غاز الميثان بيتم احتباسه داخل جزيئات الجليد وبيتحول بعد كده لهيدرات الميثان. بس ده طبعا احتمال بعيد جدا، لأن آخر مرة تم احتجاز الميثان فيها كانت في العصر الجليد المتأخر، يعني من أكتر من 15,000 سنة فاتوا. وطبعا أكيد معظمكم هنلاحظ دلوقتي إن احنا قاعدين بنقول بعض الأشياء والمعلومات السلبية جدا عن مثلث برمودا على مدار الفيديو ده كله. علشان كده خلونا ننهي الموضوع دلوقتي بذكر حاجة واحدة كويسة عن المثلث ده، وهي إن لغاية النهاردة في عدد كبير جدا من سفن الشحن والطيارات بيعدوا على المثلث ده من غير ما يحصل لهم أي حاجة نهائية. وبعض العلماء مؤمنين بعدم وجود أي لغز في الأساس يتعلق بالمنطقة دي، وإن المكان ده اكتسب شهرة واسعة واتكسرت الأقاويل والروايات حواليه بفضل التقارير الصحفية والأفلام الوثائقية والسينمائية. فيا ترى بقى هل انتم دلوقتي ما زلتم مؤمنين إن المثلث ده حقيقي ولا مجرد أسطورة مش أكتر ولا أقل؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.